عملت توتوريال ميك اب، فقررت اليوم اعمل توتوريال. هستخدم بنات، طبعا انا مرطبه بشرتي، هستخدم البرايمر من لورا مارسي. ميزته انه يعطي البشره جلوي. هذه المناطق عندي بتدهن بسرعه. شايفين شلون البشره تخليها بتضوي. بالنسبه لخلطه الفونديشن العجيبه اللي هي تخلي الفونديشن فول كفر البشره فوتوشوب. اوكي شوفوا لورا مارسي اوكي مع نارس برشلونة. اوكي واحط نقطة من فينتي بيوتي حسب لون الفونديشن. انا بحب الفونديشن يكون غامق على برونزي. اوكي ما احبه يكون فاتح، كلش ما احب فاتح. فشوفوا نحط، طبعا ما راح احط كمية كبيرة لاني بخلط على الباليت كذا لون. تمام، ناخد من هنا لانه غامق، برونزي غامق. وفينا نحط 130 من دولتشي جابانا. كده انتوا عملتوا فونديشن فول كفر، تغطية وهمية. اوكي هصور لكم بنات كل المنتجات، هخليهم هنا علشان انا لو شلتهم انسى اطلعهم. اوكي نخلط على البليت الميكس العجيب، بعدين نوزعه على البشرة. منين بنات نعرف درجة الفونديشن اذا كانت مناسبة لبشرتنا او لا؟ بهاي المنطقة. اوكي هذه المنطقة اللي فيها نختار درجة الفونديشن، هنا بأي مكان في هاي المنطقة. شوفوا اللون، اللون نار نار، ميكس نار. هاي ميكس المناسبات. اوكي وزعت الفونديشن، وطبعا استخدمت البيوتي بلندر علشان املأ الفراغات الموجودة بالبشرة. اوكي وبعدين نستخدم الكونسيلر ماركة كيد فون دي. هاي بنات اللي هو البيست سيلر عندهم رقم 19 M19، خصوصا للبشرات الحمضية والبشرات السمراء الدرجة ممتازة. شكله خلص. طبعا فول كفر. نفس الشيء هوزعه بطريقة الطبطبة. طبعا يفضل ان الكونسيلر ما يكونش افتح كتير عن درجة الفونديشن. اوكي يكون افتح درجة او درجتين بالكتير، ما يكونش افتح زيادة. اوكي بس اللوز باودر طبعا اللي انا بموت عليها، ده بجد يعني عندي ادمان لها. اللوز باودر بشكل مو طبيعي، لازم تكون عندي كل البراندات، ولكن اساس عندي جيرلاند رقم 3. درجتها حلوة وكتير خفيفة على البشرة، ما تحس ان البشرة متكتلة. وعايزة اقول لكم ان على طول سولد اوت. انا كل اصحابي اللي موجودين بهارفي او بدبنهامز كلهم بستغلهم، او اقول لهم اول ما تتوفر على طول رقم 3 يجيبوا لي منها حبتين 3. لازم يكون عندي ستوك، عرفتوا. دلوقتي هحدد الحواجب قلم ماركة كحل كوزماتكس بروتو. اوكي رقم 2. 2 2
طبعا انا عامله مايكرو بليدنج سهل لي حياتي، لان انا حواجبي خفيفه، فمن غير ميك اب حتى مع الميك اب بنات بقى سهل الوضع. شوفوا بنات، هرسم الاول الطرف الخارجي للحاجب، بشكل خفيف قدام، علشان انا مش عايزه يكون املى الفراغات اللي موجوده، لا انا حابه ان يكون في فراغات بالحاجب. عرفتوا؟ اوكي خلصت. ابتدي امشط. شوفوا الشعر. اوكي هرسم الحاجب تاني وارجع اكمل معاكم. اوكي هاخد القلم البني، هي ماركة كيكو، بيجي اتجاهين جولد وبراون، هحدد بيه شكل الميك اب اللي انا هعمله اليوم. اوكي تمام. عايزين نموه القلم، ندمجه، نشوف فرشة ادمج بيها. اوكي نشوف بنات اي قلم بني عندكم. هستخدم بنات باليت فنتي بيوتي رقم 1. هاخد اللون بالوسط البني المحمر، ادمج طبعا ما بين الجفن الثابت والمتحرك. اوكي بهالطريقة بشكل دائري. اوكي دلوقتي هاخد اللون البني الغامق من نفس الباليت، ما راح اغير عن الباليت، كل شغلي هيكون بيه. اوكي ناخد فلات برش، هاخد اللون اللي بالوسط، لون شمري خفيف في هنا وسط الجفن. بعدين ارجع اموه بنات بنفس الفرشة اللي انا استخدمت بيها اللون البني الغامق. اوكي بعدين هاي الفرشة اللي انا استخدمت بيها البني المحمر بهالشكل. تمام. هناخد فلات براش، هاخد اللون البني المحمر فين تحت العين، شوية اسكر عيوني علشان اعمل التفخة اللي بتكبر. شوفوا اوصل الشادو بالطرف الخارجي. شايفين انا سايبه هنا فراغ علشان احط عليه لون فاتح. اوكي شوفوا هاخد القلم البيج ماركة كحل كوزماتكس خالص من عندي، لازم اطلق، راح افتح العين شوية من الطرف الخارجي علشان انا عيوني نتفة وصغيرين ولازم اكبرهم شوية. اوكي بهالطريقة. اوكي نظبط بقى ايه الميك اب.
اوكي دلوقتي اخد اللون الفاتح هحطه هنا بالوسط، واخده بمقدمة العين علشان اعطي انارة بهالمنطقة. انا مش هحط تحت العين اللون الغامق البني الغامق، لا بس خلاص هكتفي باللون البني المحمر. اوكي فرشة الكونسيلر هي فاضية طبعا، ابتدي اسحب بيها كده العين لفوق علشان انضف ويكون الشادو شكله مرتب. عرفتوا؟ تمام لحد كده احنا اوكي. عايزة القلم الايلاينر، بقوم اشوفه سوا. هستخدم بنات الايلاينر كيد فون دي، انا كتير بحبه، بحب ميبلين كمان كتير حلو. هاخد شوفوا سحبة العين من الطرف الخارجي يكون ضعيف. ليه؟ لان انا هسحب الرموش لفوق، ونفس الشيء اقرب شوية. انا عندي شاشة الموبايل غامقة فمش عارفة اشتغل هنا، مش عارفة ليه يعني بتغمق رغم ان التليفون جديد. اوكي شوفوا بنات، هاخد انجل براش واخد اللون البني الغامق من نفس الباليت. شوفوا برست الطرف الخارجي والطرف الداخلي للعين، نفس الشيء هنا. اوكي هستخدم دلوقتي الماسكارا دولتشي جابانا بس شي خفيف علشان اركب رموشي. هستخدم طبعا رموش من رموشي الكوليكشن الجديد. شنو استخدم؟ ويقل 22 نار بس داخل. شوفوا اللي 17، شوفوا جمالها، شوفوا جمالها بتاع الرموش، والحمد لله توفقت فيهم. خلوني اشوف كده نستخدم هالرمش او نستخدم 23. اوكي خلوني اشوف 23. هستخدم خلاص ال 23. شوفوا شكلها، تسحب العين نفس عيون القطوة لفوق. اوكي فظيع الرمش، فظيع ال 23. خليني اوريه لكم، شوفوا شكله بنات، خيال الرمش، خيال خيال خيال. قصته نار والله، قصته فعلا حلوة. يسحب العين سحب. طيب الصمغ الرمش بنات سعره 6.5، واذا اخدتوا الاربع انواع او 4 رموش. الصمغ بنات ديو طبعا متوفر بأماكن كتيرة، موجود محلات ميك اب فوريفر، موجود محلات كريولاين، موجود ببوتيكات.
مش شايفة من المراية. أمانة شكل الرمش نار نار، ماله حل، ماله حل. هاخد شوية. اوكي دلوقتي خلصنا العين، نحط المسكرة دولتشي جابانا. فظيعة المسكرة، فظيعة، هذه بالذات فظيعة، اللون الأسود. نار صح؟ نار ولا مش نار؟ هاي الهايلايتر اوكي بخلص العين التانية. اوكي وارجع اكمل معكم الفينيشينج بسرعة بسرعة، ما راح اتأخر، سريع سريع. اوكي بخلص العين دلوقتي بنات هستخدم باليت بنفت. هالباليت فظيع، شوفوا الالوان اللي فيه. برونزر موجود، بلاشر وردي موجود، الهايلايتر هذا نار 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 عليه شوية اساسا. اوكي ناخد البرونزر، اخد ميكس درجة هولا ودرجة الدنيا. اللغلوغ اهم شي، اللغلوغ ضعفيه على قد ما تقدري، ما تخلي لغلوغك. صغر الخشم. طبعا انا خشمي عريض وعيوني بعاد، فلازم اخد بهالطريقة من البداية للنهاية. دلوقتي اخد البلاشر الوردي، شوفوا بنات اللون الوردي، شوفوا شوفوا، انا عايزاكم تشوفوا بس جماله. ايه رائع، لونه غريب. ودلوقتي هاخد الهايلايتر كيكو. اوكي ماجيكال، اسمه ايه؟ ماجيكال هوليداي.
هحط بنات الحمراء بيور الور من ماركة كحل، لونها خطير، المفروض تكونوا حفظتوني بيها. وبس خلصنا. بظبط شعري واصور لكم اللوك النهائي.